السلام عليكم أبناتي، وش راكم؟ وش صحتكم؟ لاباس؟ إن شاء الله تكونوا لاباس. أنا رجعت لكم عندي مدة غيبة طويلة، رجعت لكم بالفيديو جديد. راح ندير لكم نقدم لكم طريقة كيفاه نديرو الرفيس نتاعنا نتاع باتنا. ندير الكسرة نتاع الرخسيس، ما بسستهاش مليح، غير شوية برك. نخبزها، هاي ما هي رقيقة ما هي خشينة. نطيبها في الطاجين نتاع الطين عادي، نطيبها شوية مليح، هاكم كيما راكم تشوفوا نطيبها مليح. نفتتها شوية بيدي، مازالت شوية سخونة. نتوما إذا كان عندكم وقت خليوها تبرد واخدموها بعقلكم، هي راهي سخونة بس راني مزروبة. هاني ندير فيها، نفتتها هكا شوي بيدي، ومن بعد نعاودها في الروبو. اللي عندها الروبو تخدم بالروبو، اللي ما عندهاش دير المهراس نورمال، تستعمل المهراس. وشي هو ما تهرسهاش مليح مليح بزاف حتى تكون طول رطبة بزاف، هكذاك الرفيس نتاعها ما يجيش بنين، يجيش اما قلتش انا ما يجيش حرش شوية. هنا نخرجها في الغربال، الغربال يكون شوية خشين. احنا نسميوه الغربال نتاع الزرع، كاين نتاع الطعام كاين نتاع الزرع كاين، يتفرقوا. هنا زدت قليت الكاوكاو ريحيتو حتى بهو، نخرجو في نفس الغربال. درت 1.5 كيلو نتاع الكسرة، زدت عليهم نص رطل نتاع الكاوكاو. الكاوكاو اذا عندكم كثر زيدوا كثر، دير 1 رطل ولا كثر، انا هذا هو الشي اللي عندي درتو. الكاوكاو كل ما يكون مليح كل ما تجي البنة في الرفيس نتاعك. هنا خلطتهم مع بعض، ريحيتهم هذا الشي اللي هزهولي الغربال. نعاودو كي الكاوكاو كي الكسرة نعاود نرحيهم. رحيت كلش نتاعي، درك نحطو نخلطو مليح، ندخلهم في بعضاهم. نخلط الكاوكاو مع الكسرة اللي رحيتها، نخلطهم مليح. درك نزيد لهم شوية الزيت، كي شغل نبسس بشوية نتاع الزيت باه كي نفور ما يتلصقليش. هكذا نبسسو بالزيت ونحطو يتفور. حطيتو تفور، درك نحيتو باش نفتتو وندير عليه شوية ماء الزهر والحليب. هنا ما نقدرش نستعمل يدي سخون، هاو تشوفوا كيفاه يتفتت، ماهوش لاصق في بعضاه نهائيا. ندير ماء الزهر والحليب، السكر نخليه حتى يشرب مليح الحليب وماء الزهر باش نلوح السكر على الاخر طول. هنا ندير 1 كاس نتاع الجي ماء الزهر، ونزيد نفس الكمية نتاع الحليب. انا عيني ميزاني، نشوف بعيني ونخدم. انا نخلطهم ومن بعد نخليه يشرب. هنا كي يشرب مليح نعاود نخرجه في الغربال باه ما يبقاوش فيه حبيبات هذوك، او يخرج لي من الغربال من كل سهولة لانه شرب. هنا ها يتفتت كل حبة وحدها.
نزيد عليه درك السكر، كاس تاع السكر، كي قلت كاس لحتو في الغرفية هذه، غرفياكم ما تبينوهاش قداه تهز بصح تهز كاس. درك رديتو يتفور، نعاود نحط درك مارغرين والعسل باش نذوبهم كي يفور لي مليح، باش نلوح عليه ماء الزهر والعسل. درك نحطهم يذوبوا. عندي هنايا باطون تاع مارغرين تاع 500 غرام، عندي نتاع العسل نفس الكمية 500 غرام. ندير شوية أكثر من نص ونشوف إذا مازال يبان لي شايح نزيد نكمل شوية مارغرين والعسل. إذا شتو شبع خلاص ما نزيدش ندير. العسل ندير هذا نخلي مونبا فنجان ولا شوي كثر. وقادر نستعملو كامل لأنه عندي شوية رفيس بزاف. كي زاد فورتو وبخيتو بالحليب وما زهر زاد طلع. أنا خلاص زاد فار الخطرة الثانية. شوف كيف فورت زدتلو السكر كيفاه تبدل اللون نتاعو، كان يبان هكا صفر، درك راكم تشوفوا فيه ولا طول قهوي. علاه من السكر هذاك اللي تفور معاه. هاو كيفاه يتفتت. هنا القصعة اللي نخدم فيها شوية صغيرة تعبتني، نلوح في الكبيرة ونختم. هاو كيفاه يتفتت كل حبة وحدها، ما خرجش رطب رطب رطب، خرج مليح حرش يتفتت كل حبة وحدها. لو كان خرجته في الغربال رقيق أو كان يتلاصق لي يخرج رطب بزاف، بصح هكذا لا كي زاد فورتو زيت بخيتو زاد طلع شوية. نروح نخلط درك ونشوف إذا شتو خاص شوية نزيد نكمل عليه العسل اللي بقالي ومارغرين. إذا شتو شبع خلاص ما نزيدش. نخلط ونشوف. نخدم بيدي باش نبين طراه مازال شوية شايح. نزيد شوية مارغرين، نخلي مونبا مغرفة تاع مارغرين. العسل نديرو كامل. العسل نديرو كامل لأنه كي ذقتو لقيتو شوية خاص السكر. راني درت العسل كامل 500 غرام درتو كامل. راني زدتو نحكو مليح ندخلو في بعضاه يتبس مليح ونشوف. خلاص خفيف في يدي خليطو. ها كي نعصرو ها في صحن التقديم. والشاهية طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله